تعالوا اقول لكم كلمات انجليزي سهلة يحتاجها كل يوتيوبر او اي شخص مهتم باليوتيوب بشكل عام. اهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء، ولو لسه مشتركتش معايا في القناة اشترك دلوقتي حالا معايا وفعل الجرس كمان عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. بقدم لكم دروس انجليزي لكل يوم، وتعالوا بينا نبدأ. بما اننا في بداية سنة جديدة 2023، في ناس كتيرة جدا بيبدأوا دلوقتي ان هم يفكروا ياخدوا خطوات جدية ويفتحوا قناة اليوتيوب الخاصة بيهم، بس بيلاقوا في الطريق بعض الكلمات اللي هيلاقوها وهتصادفها كتير جدا جدا في خلال رحلتك. وبما ان انا لسه كمان جديدة على اليوتيوب فدورت كتير على الكلمات دي علشان افهمها وعلشان اقدر اعمل لكم الفيديو ده ويكون مختلف ان شاء الله ومفيد ليكم. اول خطوه خالص هتبدا ان انت to create a channel. create a channel معناها ان انت هتعمل القناه بتاعتك، وبعد كده بتعمل لها customization معناها ان انت بتروح على السيتنجز اللي هي الاعدادات، وتبدا ان انت تحط او تظبط الاعدادات بتاعه قناتك بما فيهم طبعا الكي ووردز. الكي ووردز اللي هي الكلمات المفتاحيه، حتى فيها كلمه كي اللي هو المفتاح. وطبعا قبل ما بتبدا القناه في الاول خالص بتختار حاجه اسمها نيش اللي هو التخصص اللي انت عايز تبدأ فيه قناتك. يعني مثلا حد عايز يتخصص في محتوى الانجليزي او تعليم الانجليزي، حد تاني حابب يتخصص في محتوى الطبخ وهكذا، فالمحتوى نفسه اسمه نيش اللي هو التخصص. وطبعا انت كده هتكون content creator يعني صانع محتوى. بتبدأ بعد كده بعد ما بتبدأ قناتك خلاص ان هي تشتغل وتنزل عليها فيديوهات. طبعا ان انت تنزل فيديو ده معناها upload a video. وبعد ما بتابلود الفيديو يعني بعد ما بتحمل او بتنزل الفيديوهات على قناتك بتبدأ ان انت تفكر ان انت to monetize your channel. monetize قولوا معايا monetize معناها ان انت تبدأ تفعل وتحقق ربح من قناتك. monetize طبعا هتلاقوها جاية من money والverb بتاعها هو monetize، ان انت تبدأ ان انت تقدم في اليوتيوب partner program اللي هو برنامج شركاء اليوتيوب، تقدم قناتك لانها تنضم لبرنامج شركاء اليوتيوب. وده طبعا بيكون من خلال عدد من الشروط، زي مثلا اول حاجة ان انت to reach 1000 subscriber اللي هم المشتركين في القناة. فأول حاجة خالص to reach 1000 subscriber توصل ل 1000 مشترك طبعا. فلو لسه مشتركتش معايا في القناة اشترك معايا دلوقتي حالا، بفكرك مرة تانية. وبعد كده تبدأ ان انت تعمل 4000 public watch hours اللي هي 4000 ساعة مشاهدة علنية، أو 10 million views on YouTube shorts. 10 million views on YouTube shorts يعني 10 مليون مشاهدة على فيديوهات اليوتيوب شورتس. وطبعا هي اسمها shorts مش shorts لا غلط مش صح. اوكي فهنقول shorts. اوكي طبعا انت بتحقق ال10 مليون مشاهدة دول في خلال 90 days in the last 90 days which is اللي هي اخر 90 يوم. ال10 مليون مشاهدة بيكونوا في اخر 90 يوم. اول ما هتفتح اي يوتيوب شانل هتلاقوا اوبشنز مختلفة، زي طبعا اول حاجة هوم اللي هي الصفحة الرئيسية، بعد كده فيديوز اللي هي الفيديوهات الطويلة اللي بتتصور بالعرض زي الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي، وبعد كده شورتس اللي هي الفيديوهات القصيرة، وبعد كده بنلاقي بلاي ليست اللي هي قوائم التشغيل، وبعد البلاي ليست هتلاقوا الكوميونتي اللي هو المنتدى اللي بتبدأ ترفع عليه بوستس وحاجات زي كده ليها علاقة بمحتواك وبقناتك طبعا. وبعد كده بتلاقي اللي هي الشانلز
channels اللي هي لو انت حاطط مثلا قنوات تانية حابب تظهرها عندك على القناة او حتى حاجات تانية مفضلها او كده، فchannels اللي هي القنوات. واخر حاجة خالص اللي هي about دي اللي هي اللمحة بتاعتك، الوصف بتاع قناتك اللي انت بتبدأ تكتب فيه description اللي هو الوصف بتاع القناة. وطبعا في الوصف نفسه برضو هتحط اللي هي الكي ووردز اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، اللي هي الكلمات الدلالية او المفتاحية. حلو. طيب لما بتيجي بقى تابلود الفيديو هتبدأ تحط له title اللي هو العنوان، وبعد كده هتبدأ تكتب description اللي هو الوصف، وكمان هتحط التاجز اللي هي الكلمات الدلالية او المفتاحية اللي ليها علاقة بمحتوى الفيديو نفسه، فتبدأ تضيف التاجز. وفي الاخر خالص عايز تترجم الفيديو فهتحط subtitles اللي هي الترجمة زي ما انا مترجمة دلوقتي الفيديو بتاعي، وبتحط في اخر الفيديو خالص end screen اللي هي شاشة النهاية، اللي هي بتحط فيها مثلا حابب ترشح مثلا فيديو معين لحد من الجمهور عندك، او حابب تحط مثلا ايكون اللي هي او العلامة بتاعت سبسكرايب او اشتركوا معايا في القناة، او الحاجات دي كلها اللي هي بتظهر في اخر الفيديو خالص، فاسمها end screen. واخر حاجة اللي هي تقسيمة الوقت تحت بتاعة الفيديو اسمها cards اللي هي ان انت تبدأ تقسم وتحط فواصل في الفيديو نفسه. والفيديو بتاعنا طبعا بعد ما بننزله بيبدأ يعمل views اللي هي المشاهدات، وبيبدأ الجمهور ان هو يتفاعل مع الفيديو ده، فبيعمل interaction اللي هو التفاعل مع الفيديو، سواء من خلال اللايك او dislike اللي هو عدم الاعجاب، لايك اللي هو الاعجاب، فما تنساش تعملي لايك دلوقتي للفيديو، فبنقول لايك او dislike اللي هو عدم الاعجاب، او كمان ممكن يتفاعل من خلال التعليقات فيكتب comment فيبدأ انه يكتب تعليقات تحت. وهقول لكم نصيحة اخيرة ومهمة جدا جدا لكل حد طبعا حابب ان هو يبدأ، او حتى عنده تطبيق اليوتيوب ومش حابب يبدأ قناة بس عنده التطبيق على تليفونه، حاولوا تخلوا التطبيق نفسه باللغة الانجليزية يا جماعة. واحدة صدقوني انتوا هتتعودوا على قراية وفهم الحاجات اللي موجودة على التطبيق نفسه، لانه سهل جدا جدا والانجليزي بتاعه سهل. واحدة زي ما انا ترجمت لكم كده الكلمات دي اللي هي اكتر كلمات انا شفتها وصدفتني شخصيا في اليوتيوب، هتلاقوا نفسكم ان انتوا خلاص عرفتوها، وكمان قادرين ان انتوا بعد كده تفهموها وتستخدموها، وده بالتالي هيحسن الانجليزي بتاعكم بشكل كبير جدا ان شاء الله. وبس كده، اتمنى يكون يا رب الفيديو عجبكم من كل قلبي، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا معايا في قناتي انجلش فلوج انجليزي لكل يوم، واكتبوا لي كمان تحت في الكومنتس افكار لكل الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها عندي هنا على القناه، علشان ان شاء الله اشتغل عليها وابدا انزلها لكم باذن الله. وما تنسوش مره اخيره، لو ما اشتركتش معايا في قناتي انجلش فلوج فانت فايتك كتير قوي، ولازم تشترك دلوقتي حالا وتفعل الجرس كمان، واشوفكم الفلوج الجاي. باي باي.